انتهت مباراة الأهلي أمام سان داونز بالتعادل 2-2. التعادل اللي حرق دمنا واحنا مش عارفين ليه نتعادل. ما عندناش أسباب في الأهلي يخليه يتعادل في مباراة زي دي. الأهلي قدم مباراة النهاردة تعادل بطعم الخسارة. تعادل بطعم الخسارة بالنسبة للنادي الأهلي. هنتكلم عن الكوارث اللي في المباراة، ولا هنتكلم عن خط الدفاع، ولا عن اللعيبة اللي أصلا ما كانتش موجودة واللي مستواها مش موجود، ولا هنتكلم على كولر، ولا هنتكلم عن الجماهير اللي تعبت من كتر ما هي ماتش تفرحهم ماتش تزعلهم، ماتش تخليهم طايرين من الفرحة وكسبانين بالتلاتة، وماتش تخلينا خسرانين، وماتش تخلينا متعادلين. هنتكلم على ايه ولا ايه النهاردة؟ هنتكلم على حرقة الدم اللي الجماهير فيها وانهم زعلانين، انهم خلاص لما الجماهير بتزعل لازم تصالحها، ولا هنتكلم على ايه؟ الجماهير اللي كانت هزة الاستاد هز النهاردة، جماهير الاهلي. انا حقيقي متضايقة وزعلانة. اهلي يخسر النهاردة يتعادل النهاردة مع سان داونز، تعادل بطعم الخسارة. ماتش وحش، اداء وحش، تكتيك مش قوي، تحت المتوسط كمان. قبل ما هندخل على الكوارث اللي في المباراة، ندخل على المباراة كانت اصلا ماشية ازاي. مبدئيا في الدقيقة 34 هدف لسان داونز، واحنا كنا في الاول ماسكين الكورة بنهاجم، بس الكرات بتضيع. من الله اكبر عليه قفشة وعبد القادر صاحب القضية، ممكن قفشة. في الدقيقة 34 كنا خسرانين ب1-0 من سان داونز لغاية الدقيقة 49 وضربة الجزاء. نعدي ضربة الجزاء مش لازم نتكلم فيها كده، احنا لسه خسرانين 1-0. في الدقيقة 74 هدف، في الدقيقة 59 هدف للشحات، هدف لعبد المنعم، بقينا كده كام؟ 1-1 متعادلين. في الدقيقة 74 بقينا هدف للشحات، يبقى كده 2-1. طب وبعدين نفضل، المفروض ان احنا نفضل محافظين بقى كده، احنا خلاص كسبانين، احنا 2-1. احنا في الدقيقة 74 احنا 2-1. بس ازاي؟ لو جماهير الاهلي ما تحرقش دمها ما يحصلش. ازاي ما يبقاش الاهلي. وفي الدقيقة 79 بسبب الدفاع اللي مش موجود، محتاج دفاع، في الدقيقة 79 هدف لسان داونز. ادي المباراة، ادي اهداف وضربة الجزاء بتاعة المباراة، وقلتها لكم. نتكلم على الدفاع، هنتكلم على ياسر ومتولي وهاني، نتكلم عليهم. الدفاع من ساعة ما جه من كاس العالم للأندية مش موجود. دفاع الأهلي وحش، تحس ان هو دفاع شوارع. عارف العيال اللي بتلعب في الشارع ديت، بقوا الدفاع بتاعهم احسن من دفاع النادي الاهلي. العيال اللي بتلعب في الشارع مع بعضيها ديت احسن من دفاع الاهلي دلوقتي. هاني، ايه هاني ده؟ ما هو ده هاني المونديالي، هو ده هاني اللي كان بيركبوا جن وعفاريت في الماتشات. هم دول الماتشات اللي كانت حياة او موت بالنسبة للنادي الاهلي، دي بطولة افريقيا يا اهلي. هاني انت ضربة الجزاء ديت كارثة. مين قالك تشوطها؟ مين قالك تلعب ضربة الجزاء؟ انت ولا معلول ولا كولر؟ هو مبدئيا الغلط عليكم انتوا التلاتة اصلا. معلول ليه ما لعبهاش؟ انت من امتى بتلعب ضربة جزاء ولا بتشوط ضربة جزاء؟ انت ما كنتش موجود في المباراة النهاردة، انت ما كنتش موجود في مباراة النهاردة كأداء كفني كمهارات فردية، مش موجود. متولي مش موجود برضو من ساعة ريال مدريد، اخطاء وكوارث في الدفاع. اتصاب، خروج اضطراري، دخل مكانه ياسر، نفس الاخطاء. تحسهم اخوات كده توأم، نفس الاخطاء بالملي هما الاتنين، متولي وياسر. عبد المنعم والشناوي اللي كانوا شايلين الدفاع كله. عبد المنعم ربنا يحرسه، والشناوي اللي كانوا شايلين الدفاع كله. مش النهارده بس،
بس النهارده بالذات الكوارث كانت باينه بطريقه مأفوره قوي. ضربه الجزاء دي لوحديها كوم، والمباراه دي لوحديها كوم تاني. قفشه، ايه قفشه؟ ايه قفشه ده انت المفروض صانع العاب. عارف، انا اشرح لك كمحلله وكمشجعه. صانع الالعاب مهمته ايه؟ صانع الالعاب مهمته ان هو هيرقص اللاعب، هيحرز اهداف، والمفروض هيصنع اهداف واسيستات ويودي ويباصي صح. انت صانع العاب وبيتحرك بسرعه. ده انت الكوره ولا الهجمه اللي بتجيلك انت بتموتها، مش بتنيمها، بتموتها. انت بتبطئ حركتك ليه؟ هل احنا كسبانين 10 فانت بتبطئ بقى ما احنا مرتاحين؟ ولا انت بتضيع وقت ولا ايه؟ ما انا مش فاهمه. انت مش صانع العاب يا قفشه، وانا معترض عليك. انا مش حابه ان انت تلعب يا قفشه. اظبط كده يا قفشه. مش مره تصارح جماهير الاهلي بهدف من مليون فرصه عندك ولا 10,000 فرصه عندك، تصالحهم بهدف وتقول لهم حقكم على راسي، و10 ومليون ماتش تضيع فرص بالعبيط. عبد القادر، انت المفروض وينج، جناح. هل انت متأكد ان انت بتتقدم وبتروح وبتيجي وبتتحرك بسرعة وبتروح؟ ترقيصاتك اللي احنا كنا بنقول عليها ما مش موجودة. انت ماتش النهاردة بترقص تقوم راجع تاني، ترقص وترجع تاني. طب ايه؟ ما انت المفروض ترقص تقوم مديها، تتخطى بقى الحتة دي، تتخطى اللاعب ده وتطير على المرمى، ابني هجمة، ودي للاعب وباصي. لكن انت بتضيع الهجمة، بتصنعها وتضيعها. بس ده تعليق عليك. اخطاء الماتش، المسبص هو كتير وغلط كتير. عندنا مسبص كتير قوي غلط. بساطنا كلها غلط. في مسافة ما بين اللعيبة، يعني اللاعب لما بيشوط الكرة بتمشي مسافة كبيرة انها توصل للاعب التاني، وبالتالي بتتقطع الكرة. توتر اللعيبة، توتر لعيبة الاهلي في الماتش. انتوا بتتوتروا ليه؟ ده انتوا على ارضكم، انتوا بتلعبوا وسط جمهوركم وناسكم والناس اللي بتتفرج عليكم وبتحبكم وعارفوا في مصر. بتتوتروا ليه من سان داونز؟ بتتوتروا ليه من مباراة زي دي؟ كوارث خط دفاع الاهلي، خط دفاع شوارع. السكند بول عندنا مش موجود. السكند بول مش موجود في النادي الاهلي، وبالتحديد في ماتش النهارده. مفيش تقريبا، واحنا ما بنتحركش غير لما يكون معانا كوره. يعني انت كلاعب دلوقتي معكش الكوره انت ما بتتحركش، او حركتك اللي هي بالتصوير البطيء، لكن غير كده انت ما بتتحركش غير معاك الكوره وبتضيع الهجمه. لعيبه النهارده احسن لعيبه النهارده الشحات، الله اكبر عليه، واللي جاب الهدف. مروان عطيه اللي بيحاول في كل مباراه بينزلها ان هو يثبت نفسه. بيرسي تاو رغم ان انت في ناس كتير قوي معترض عليك النهارده تقول لا ده ما عملش حاجه، ما قدمش وكان بيضيع. يا جماعه بيرسي تاو ضغط، هو يعمل ايه؟ مفيش حد ان هو يديله ولا يباصي ولا يعمل له حاجه، ولما بيديله هجمه التاني بيضيعها. بيرسي تاو مش ذنبه يا جماعه ان اللعيبه اللي حواليه وحشين، وهو سريع. بيرسي تاو وهو السبب في ضربه الجزاء اللي استاذ هاني ضيعها، اللي مش عارفه تقريبا اتجنن كده وقال لما شوطها انا. عبد المنعم، الله اكبر عليه يا عبد المنعم، الله اكبر عليك. حقيقي احسن دلوقتي واحد في دفاع الاهلي كولر. نيجي بقى الكولر اللي احنا كنا بنقول عليه ثعلب. احنا مش فاهمين دماغك. دي مش حاجه حلوه ان احنا ما نفهمش دماغك. ما انت دماغك بيبقى فيها كوارث. ليه ما تثبتش على تكتيك؟ ليه كهربا بتنزله متاخر قوي في التبديلات عموما؟
قفشه ليه؟ لو انت ما انت شايف من اول الشوط الاول اللي هو بيعمله، انت ليه ما ابتديتش والاخطاء اللي بتحصل ليه ما ابتديتش ان انت تبدل؟ ولا انت لا لازم مستر كولر قاعده عنده يستنى لغايه الدقيقه 65 او بعديها ويبتدي لا يبدل؟ طب انت اللاعب هيعمل ايه؟ اللاعب لما ينزل في الوقت ده هيبتدي ان هو يعمل ايه؟ ما انت خلاص وبتنزله، يعني مثلا مش بتنزله واحنا كسبانين، انت بتنزله بعد ما احنا كنا خلاص فقدنا الامل. طب ما هو هينزل محبط مستسلم للامر الواقع، مفيش روح هيلعب بيها. الدفاع والعيوب اللي فيه انت مش بتصلحها ليه؟ هي مش في ماتش النهارده بس، كذا ماتش يا كولر. انت كمدرب مهمتك انك تصلح الاخطاء والكوارث اللي في الاهلي عشان يبقى فريق كويس، عشان يبقى فريق فعلا بينافس في كاس العالم، بينافس على دوري ابطال افريقيا، عشان ده يبقى النادي الاهلي. النادي الاهلي ما ينفعش يطلع منه اخطاء زي دي، ما ينفعش. كان المفروض ما تلعبش بالسرعه دي حاجه. السرعه ليه بتطير في الملعب؟ احنا في الاول كنا متعادلين، اهدى هدي الريتم شويه وبعدين كسبنا 2-1. اهدى بقى خلاص، انت ليه بتجري؟ ليه؟ ما انت لما بتجري الكرات بتضيع منك، انت بتجري الهجمه خلاص ضاعت، علشان انت عارف ان سان داونز لو ضغطوا على نفسهم وهيجروا فهم بص هياكلوك بالجري بتاعهم. اهدى بلاش السرعه، نفكر شويه. الكرات الثابته احنا ما بنستغلهاش ليه؟ 8 ولا اكتر من 8 ركنيات مش موجودين، ما استغلناش تقريبا غير واحده، هدف عبد المنعم في الدقيقه الكام؟ 59 بس. قولولي فين الباقي؟ فين باقي الركنيات والكرات الثابته؟ ما بنستغلهاش. فرص كتيره قوي. سبب ايه؟ سببين من اسباب النهارده اللي خلونا نضيع الماتش من ايدينا، قفشه وعبد القادر. قفشه وعبد القادر لا يفوقوا، يصحصحوا بقى، يصحصحوا. ما انت يا عبد القادر بقى انت كمان مش تصالحنا وتجيب لنا هدفين في ماتش ولا حاجه كل 100 ماتش. جماعه انتوا يا مستوى واحد يا تعلوا كلكم، يا اما مش لاعب يعمل الفرقه كلها يبوظها. ما يصحش الكلام ده، انتوا فرقه، انتوا لعيبه. انا بحب الاهلي وهفضل طول عمري في ظهره ومعاه على الحلوه والمره، لان دي صفتي كجمهور من النادي الاهلي، معاه في كل الظروف. بس لازم برضو في اوقات مهمه ان احنا نفوق اللعيبه فيها، واحنا اللي نركزهم، واحنا اللي نقول لهم لا انت عملت ده غلط، ولا فوق، والحركه دي غلط، وانت ما ينفعش تبصي كده، ولا. ده دورنا كجمهور كمحللين. لكن انت بقول احنا مش هنسلخ اللعيبه، بقول احنا مش هنهد في اللعيبه، بس ده مش هد. عارفين النقد البناء؟ هو ده، بنقول لكم على اخطائكم عشان احنا نفسنا ان احنا نشوفكم احسن فريق، وخصوصا في المطوشة اللي هي حياه او موت زي سان داونز ديت. احنا متعودين ان مطوشة الاهلي تبقى حياه او موت، فانت النهارده انت كان لازم تدفن نفسك في الارض. اهدى يا اهلي. تعالوا اقول لكم ترتيب المجموعه. سان داونز في المركز الاول، لعب 3 مباريات، فاز في 2، تعادل في 1 وما خسرش خالص، ونقاطه 7 نقاط. الهلال في المركز الثاني، لعب 3 مباريات، فاز في 2، تعادل مفيش تعادل، وخساره في 1 ونقاطه 6 نقاط. الاهلي في المركز الثالث، لعب مباراتين، مفيش ولا فوز، تعادل مره، خسر مره، ونقاطه 1. القطني في المركز الرابع، لعب مباراتين، ما فازش ولا تعادل، خسر المباراتين وما عندهوش ولا نقطه. القطن الكاميروني ما عندهوش ولا نقطه وفي المركز الرابع، والاهلي الثالث، والهلال الثاني، وسان داونز الاول. شد حيلنا يا اهلي بقى، ماشي؟ عشان احنا مش عايزين نتشبه
فرق تانية، وعشان دي فرصتنا مطلوب ان الاهلي يحاول ما يبصش على النتائج التانيين بقى، ولا ركز يا اهلي في نفسك، ركز انك تكسب كل المباريات، او على الاقل تكسب 3 وتتعادل في واحدة. ده اللي مسموح لك يا اهلي، عشان كده لازم تركز. الموضوع في ايدك يا اهلي، مش في ايد حد تاني، في ايدك، بامكانك انك تكسب، وده مش مستحيل يا اهلي، ده مش مستحيل. انت لو ركزت، احنا بنشوف الاهلي طول عمرنا دايما لما بيركز ايه اللي بيحصل يا اهلي. احنا ال3 نقط في كل ماتش علينا مهمين يا اهلي. انا بالنسبه لي ان احنا ان شاء الله هنصعد باذن الله. مفيش مستحيل، لان ده الاهلي. وما تخليناش يا اهلي بقينا نخاف نقول انت ممكن تكسب. ما تخليناش ان احنا متوترين واحنا بنقولها. انا بتراهن مع صحابي، لما في الاول كنت بتراهن مع صحابي وبقول طب الاهلي هيكسب، طب مين يتراهن؟ الاهلي هيكسب وهيكسب وبال3 وبال4. بلاش يا اهلي ان انت تخليني بخاف ان انا اقول ان انت هتكسب. بلاش الحتة ديت. منتخب مصر للشباب ب4-0 خسر من السنغال. مين هيحاسب على مستوى منتخب مصر للشباب ومنتخب مصر عموما؟ يعني مين هيحاسب على مستواه؟ الجماهير اللي بيتحرق دمها في الكرة المصرية، مش من اهلي بس، ولا مثلا من المنتخب، ولا من الزمالك، ولا من الفرق، ومن كله على بعضه. كله على بعضه دب مرة واحدة خلانا مش طايقين نفسنا. اتحرق دمنا. كرة في افريقيا يا جماعة ايه نظامها؟ الكرة المصرية احنا هنروح فين؟ هل احنا لما بنروح ماتش منتخب بقى وفرقة، هل احنا لما بنلعب ماتش بنلعب على التعادل ولا بالخسارة؟ هو ده طموحكم في مصر؟ ده طموحكم؟ ليه ما نطمحش زي الفرق التانية والمنتخبات التانية؟ ما تشوفوا في كاس العالم تونس، السعودية، المغرب عملوا ايه؟ شوفوا في كاس العالم عملوا ايه، وقطر، التنظيم الرائع اللي عملته قطر. ليه ما نوصلش منتخب مصر ما يوصلش للإمكانية ديت، ما يوصلش للمهارة ديت اللي هم كانوا بيلعبوا بيها في كاس العالم؟ اللعيبة ناقصها حاجة؟ مش ناقصها حاجة. اتمنى ان احنا نصلح من كل ده. كفاية حرق الدم بقى للجماهير، واحنا معاك يا اهلي، وهنفضل وراك يا اهلي ان شاء الله، على الحلوة والمرة كمان يا اهلي. بس صلح من اخطائك يا اهلي، ومستر كولر ركز كويس. ضربات الجزاء يا جماعة يعني دي بتجيلنا واحنا مبسوطين، بتجيلنا بالعافية. احنا بنبقى خلاص ده املنا الوحيد ضربة الجزاء، تقوم انت مضيعها يا هاني. لا، اختاروا يا جماعة مين يلعب ضربة الجزاء. ما تختاروش لاعب انتوا بتجربوا فيه انه يلعب ضربة الجزاء لأول مرة. لا، عندك معلول، عندك الشحات. اتمنى الكلام ده كله يتصلح، وانا معاك يا اهلي على المرة قبل الحلوة. مع السلامة.